ازاي التمارين بتفتح سر تطويل العمر وتأخير الشيخوخة من الآخر. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن موضوع جامد جدا، ازاي التمارين الرياضية ممكن تكون مفتاح لتأخير الشيخوخة وازاي ممكن تطول العمر. فعلا في علاقة بين التمارين وطول العمر؟ أيوة، في دراسات كبيرة أثبتت إن الناس اللي بتمارن نشاط بدني يومي حتى لو بسيط زي مشي سريع 30 دقيقة بيعيشوا أطول من غيرهم بمتوسط 3 ل 7 سنين. ليه؟ لأن التمارين بتأثر على كل خلية الجسم من المخ للأوعية الدموية لحد جهاز المناعة. طب ازاي التمارين بتأثر على الخلايا وتأخر الشيخوخة؟ بص يا سيدي، في حاجة اسمها التيلوميرات، ودي حاجة زي كاب كده تحمي الكروموزومات. مع العمر التيلومترات دي بتقصر، ولما بتقصر قوي الخلايا بتخش في مرحلة الشيخوخة. تمرين بقى بتبطئ التأثير ده، وده معناته ان الخلايا تفضل شغالة وصحتها حلوة مدة أطول. طب التمارين بتعمل ايه في المخ؟ أهم حاجة تمارين بانتظام بتزود مادة في المخ اسمها Brain Derived Neurotrophic Factor أو BDNF. دي مادة بتشتغل كده زي السماد للخلايا العصبية، بتساعد على النمو والوصلات الكهربائية بين الخلايا، وكمان بتحافظ على الذاكرة والتفكير. يعني ببساطة اللي بيتمرن بيأخر أمراض الشيخوخة والخرف. طب العضلات ليها دور في الكلام ده؟ أكيد طبعا. العضلات مش مجرد موتور للحركة، العضلات بتفرز مواد كيميائية اسمها مايوكاين. المواد دي بتشتغل زي هرمونات صغيرة، تحسن المناعة، بتحارب الالتهابات، وكمان بتزود حساسية الجسم لهرمون الانسولين. يعني التمارين مش بس لصحة العضل، دي رسالة كده بايوكيميكال للجسم كله تقول له خليك شاب. طب قول يا دوك، في فرق بين انواع التمارين؟ يعني الكارديو غير الجيم غير تمارين المقاومة؟ حلو السؤال ده. تمارين الكارديو زي الجري والسباحة وركوب العجل بتخلي القلب والأوعية الدموية شباب، وبتزود كفاءة الميتوكوندريا محطة الطاقة في الخلايا. تمارين المقاومة زي رفع الأوزان بتحافظ على الكتلة العضلية وكثافة العظام، وده مهم جدا مع تقدم السن عشان تمنع هشاشة العظام. أما تمارين المرونة زي اليوجا تحافظ على المفاصل وتقلل التوتر والضغط النفسي. يبقى أفضل وصفة هي كوكتيل من التلاتة: كارديو، مقاومة، ومرونة. طب ايه التمارين اللي العلماء اكتشفوا انها اقوى حاجة ضد الشيخوخة؟ الدراسات بتقول ان تمارين الهيت، الهاي انتنسيتي انترفال تريننج، ليها تأثير ممتاز. تخيل ان 15 دقيقة من تمارين زي الهيت ممكن تزود نشاط الجينات المسؤولة عن الميتوكوندريا بشكل افضل من تمارين طويلة بطيئة. لكن خلينا واقعيين، الهيت مش لكل الناس، خصوصا اللي عندهم مشاكل في المفاصل وكبار السن. طب اللي ما يقدرش على التمارين القوية دي ينفع يمشي بس بيكفي؟ طبعا المشي السريع خصوصا في الطبيعة مفعول ساحر. في دراسة كبيرة اتعملت على 400 ألف شخص، لقوا إن مشي حتى 10 دقايق بسرعة يوميا بيقلل خطورة الوفاة المبكر بنسبة 15%. يعني ما تستهونش بمشي نص ساعة، الحركة أهم من الكماليات. طب التمارين ليها علاقة بالهرمونات وتأخير الشيخوخة؟ طبعا التمارين بتزود هرمون الجروث، هرمون النمو، وبتزود عند الرجالة هرمون التستوستيرون هرمون الذكورة، والأستروجين هرمون الأنوثة عند الستات، وكله بطريقة طبيعية. بتقلل الكورتيزول هرمون التوتر، والخليط ده كله بقى معناته حرق دهون أفضل، عضلات أقوى، ومود أحسن. طب ايه علاقة التمارين بالمناعة والالتهابات اللي بتسبب الشيخوخة؟ الشيخوخة ساعات بيسموها في العلم التهاب مزمن منخفض الدرجة. التمارين بتقلل الالتهابات وتخلي جهاز المناعة يشتغل بكفاءة أعلى، وده معناته إصابات أقل، أمراض مزمنة أقل زي السكر والضغط وتصلب الشرايين. طب يا دكتور، سؤال أخير، إيه الروشتة المثالية لو عاوزين نعيش أطول ونفضل شباب؟ خد عندك من 10 ل 30 دقيقة مشي كل يوم، أو سباحة أو عجل، شوف الأريح لك، جلستين مقاومة أو حديد مرتين في الأسبوع، شوية ستريتشنج ويوجا ولو مرة في الأسبوع، ويا سيدي زود عليهم لما تقدر نشاط يومي زي طلوع سلم، حركة جوه البيت، قلل من قعدان الساعات الطويلة. خلاص يا جماعة، التمارين مش مجرد للرشاقة والشكل الجميل واللبس على البلاج، التمارين حقيقي دواء ضد الشيخوخة، تأثر على الجينات والعضلات والمناعة. يعني حرفيا بتخلي جسمك أصغر من سنك. ابدأ النهاردة ولو بخطوات بسيطة، والمكسب هتشوفه مش بس في العمر لكن في جودة حياتك. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل له لايك، شير، وسبسكرايب عشان غيرك يستفاد. وهو ده ازاي التمارين بتفتح سر لتطويل العمر وتأخير الشيخوخة من الآخر.